أعلام جمهورية مصر العربية فقط خلال لقاء غدا المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اللي يمكن خلاص وصل الإسكندرية على حسب ما أنا عرفت من المهندس هاني زادة بصحبة الأستاذ أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمستشار أحمد جلال نائب رئيس مجلس الإدارة. سيادة المستشار أهلا بحضرتك معانا في استاد النيل. يا كابتن خالد أهلا بيك يا سيادة المستشار. سلمني، عرفت اللي معاك علاء ميهوب واشرف، سلمني عليهم. سيادة المستشار ازي حضرتك؟ الحمد لله بالتوفيق ان شاء الله. توفيق ان شاء الله يا رب. وصلت اسكندريه الجميله. بتحب انت اسكندريه يا سياده المستشار؟ والله تحت امرك يا خالد، اتفضل. طمني. ويمكن كنت بقول على الهوا الحمد لله النهارده رايح حضرتك تجتمع بفريق الزمالك وبالجهاز الفني وعامل اجتماع الساعه 9 وان شاء الله كاميرا نايل سبورت ان شاء الله تكون متواجده في مقر الاقامه. وكان الكابتن اشرف قاسم والكابتن علاء ميهوب قال بصراحه ان مجلس الاداره عمل اللي عليه، ومهم جدا ان المستشار مرتضى منصور النهارده يقعد معاهم يرفع من معنوياتهم. وانا اعلم واعتقد الكل يعلم مدى حبهم واحترامهم لشخصيه المستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره، وان انت بتعرف تجيد في ده كيفيه شحن الامور والهمم والمعنويات قبل مباراه مهمه. بص يا كابتن خالد، بعد ما علم بلدنا علم مصر العظيمه اتقطع في استاد في جنوب افريقيا والعيال المجرمين العصابه الاجراميه امروا الشرطه لو ما قطعوش العلم شالوه، احنا اللي قطعوه، هم اللي قطعوه فعلا. الماتش ما بقاش يهم الزمالك، صح، الماتش بقى يهم 90 مليون مصري. وده اترجم، انا بعد ما حكيت القصه دي مع احمد موسى، ونصل اليوم نشرت الصور بعد كده ثاني يوم ومعلقين صور مرسي وعاملين علامات رابعه جوه الاستاد ونسيوا انهم مصريين. انا عايز اقول لك انه اهلي وزمالك واسكندريه ومصري ما في، بص كله صعيده مرسى مطروح الوادي الجديد، واخد بالك، كله عنده قضيه واحده، علم مصر يترفع بكره ان شاء الله. صح، احنا جبنا 60,000 علم الحمد لله، ادي واحده. اثنين، خليني اشكر السيد رئيس الوزراء، السيد وزير الداخليه، السيد وزير الشباب والرياضه على انهم وافقوا انه يبقى فيه 65,000 غير الخمسه اللي ممكن يدخلوا، انت عارف برضه يبقى فيه شرطه وامن يعني 65,000 خلاص، دي موافقه رسميه خلاص يا فندم، واتباعت التذاكر. والطبع 10,000 انا عرفت امس، واتبعوا السيد الوزير خد 10 واسكندريه 10 وخلصوا الحمد لله. فده شيء محترم. ليه بقى؟ لانه انت بتلعب باسم مصر طبعا، وسيبك من العيال اللي شاذين في اخلاقهم في دماغهم، يعني يقول لك ايه لو الاهلي لاعب مش عارف مع مين هتشجع تل ابيب، ده كلام فارغ. ده واحد مريض نفسيا. ده انا سمعت ان الاستاذ محمد عبد الوهاب طلب تذاكر اضافيه منك. طلب وبعتها له. لا انا اقول لك حاجه ثانيه حصلت امبارح. انا ماشي امبارح من النادي الساعه 2 بالليل تقريبا على باب النادي، لقيت ربيع ياسين جاي له في ايده جمال عبد الحميد. الله. طبعا ربيع وجمال بينسقوا عشان احنا جايبين اتوبيسين بنجوم الزمن الجميل اللي صنعوا اسم الاهلي وصنعوا اسم الزمالك وصنعوا اسم الترسانه، هيجوا مع بعض في اتوبيسين. وانا النهارده بس بعد ما اخلص لك القصه بتاعت ربيع وجمال، واخد بالك، هيتحركوا بكره ان شاء الله الساعه 12 من هيسيبوا عربياتهم جوه النادي في الممر بتاع جامعه الدول العربيه، والاتوبيسات تطلع توصلهم جوه الاستاد. انا بعد ما اخلص اجتماع اللعيبه هطلع طالع على الاستاد. السيد مدير الامن، السيد رئيس المنطقه الشماليه عادل بيه التونسي، ومحمد رزق ملوط، وشريف بيه اللي هو مدير مباحث، مع الحاج عامر حسين، واخد بالك، مع شريف بتاع فالكون، عشان ننظم كل كرسي وكل خطوه لبكره ان شاء الله. الصحفيين هيقعدوا في المكان دون معاهم البادج بتاعهم، في اتوبيسين هيطلعوا من جوه النادي هينقلهم برضه مكتوب عليهم اعلام وصحافه. تمام؟ في نجوم الزمن الجميل هيقعدوا في المكان دوت بحيث يروحوا يلاقوا اماكنهم موجوده. جاي بكره نائب رئيس الوزراء وزير الشباب والرياضه لجنوب افريقيا. الدنيا طبعا الاتحاد الافريقي كله جاي، الناس جايه من الفيفا، عايزين العالم كله يتفرج على مصر الامنه. وبطلب من الجماهير المحترمه اللي ليها كل الاحترام والتقدير، اللي للزمالك ومن الاهلي، ناس كتير جايه على فكره من كل حته، يعني من جميع الانتماءات، بطلب منهم تشجيع مثالي. مش عايز زي ما قلت قبل كده، مش عايز متفرج،
اللي عايز يتفرج على الماتش يقعد في البيت او يروح كده. وده الكابتن اشرف والكابتن علاء قالوه، قال لك لازم يبقى تشجيع ايجابي لمصلحه الفريق، لازم. انا عايز تشجيع، مش عايز اصل الناس بتقول يا خالد. اولا انا جايب معايا السيديهات بتاعت الاغاني الوطنيه يعني ما يكون في وجود مصر عشان علم مصر لما يترفع تمام، وجايب اغاني نادي الزمالك. انا اللي بلاحظه ان الجمهور بيقعد يعني جمهور اهلي وزمالك اي جمهور يقعد لغايه ما الدور يوجعه قبل الماتش ما يبدا. اول ما الماتش يبدا يتحولوا كلهم الى نقاد ومدربين. صح. العب يا باسم، لا كنت دي علي مش عايز. يا عم حضرتك روح شجع. لا تبقى ناقد ولا تبقى مدرب ولا تبقى محلل ولا تبقى خبير قرار. حضرتك عايزك 90 دقيقه بتشجع بجد. صح. شجع مش تتفرج، انت مش رايح تتفرج، واللي عايز يتفرج يا جماعه انا بقول له ارجوك يعني حضرتك تعبت نفسك وقفت طابور وقفت 7 8 ساعات في تذكره عشان تتفرج، طب ما تتفرج في البيت. كلامك مظبوط. ده اللي احنا عايزينه. اثنين، عايزين تشجيع ما فيش فيه اساءه لا للدوله او مؤسساتها صح او لاي نادي تاني او حتى لنادي هيلعبنا بكره. عايزين الصوره الحضاريه المحترمه. تاني كل واحد الناس طبعا كل تذكره مكتوب عليها رقم البوابه. اللي معهوش تذكره يا خالد ما يقربش من الاستاد. يا ريت. وانا باكد على كلام حضرتك، اللي معهوش تذكره ما يقربش من الاستاد. صح. انا عايز اقول لك الشرطه والجيش اللي هيبقوا موجودين هيبقى اكتر من الجمهور عشان الموضوع ما فيهوش هزار، دي سمعه بلد. وعندنا ضيوف من رئيس اتحاد الافريقي وناس جامد جديده. البلد ما فيهاش هزار والعالم كله بينقل، فاللي معهوش تذكره ما يبهدلش نفسه ويبهدلنا معاه ويبهدل الشرطه. من فضلكم. وبعدين اقعد شجع. النادي الصن داونز عمل ايه؟ جاب الجول مش عارف الدقيقه 29 او 30 حاجه كده يعني. ما تستعجلش على فريقك. بس تاني ما تتحولش من طاقه ايجابيه لطاقه سلبيه. كلام مهم جدا جدا طبعا، وانا بتفق مع حضرتك في ده. طب سياده المستشار، انا عارف ان حضرتك عامل اجتماع النهارده مع اللاعبين، ابرز النقاط اللي هتاكد عليها ايه؟ بص يا خالد، طبعا بص يا خالد، اولا الحمد لله احنا عزلنا اللعيبه عن كل المهاترات. عن ايه؟ عن كل المهاترات. ورفضت ان اي حد يروح هناك لناحيه المعسكر. اثنين، لعيبه الزمالك او الاهلي او لعيبه مصر مش مرتزقه، مش عشان اقول له هديك مكافاه كبيره هيلعب، هو هيلعب باخلاص وعنده اراده النصر عشان ده شرفه الرياضي. صح. شرف بلده الرياضي انه بيمثل مصر، شرف نادي الرياضي، شرف هو الرياضي. صح. قصه انا بقعد اقرا في الجرايد اصل مش عارف مكافآت ايه، انا ما عنديش لعيبه مصر ما فيهاش لعيبه مرتزقه، فيها لعيبه محترمه عارفه واجباتها كويس جدا جدا. انا بطلب منهم 90 دقيقه رجاله، 90 دقيقه اخلاص، 90 دقيقه يحسوا بالجماهير اللي جت وراهم واللي الملايين اللي بتشوفهم. وبعد كده التوفيق ده بتاع ربنا. كلام محترم جدا جدا. ويمكن كابتن اشرف وكابتن علاء قالوا ده، ان لازم يلعبوا في كل الدقائق المباراه برجوله واخلاص، والتوفيق عند ربنا سبحانه وتعالى. توفيق ربنا. انت بتشوط، بص الكره اللي دخلت في الشناوي دي ما تخشش، انا اسف يعني، لكن هو ربنا عايزها تخش جول. صح. الكره اللي جت في رجل اسلام والماتش اللي قبليه لعلي جبر ودخل الجول، هو ربنا كده، كن فيكون، ده ربنا مش لاعب ولا انسان، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيريد، واخد بالك. ويمكن احنا لما الكره بتاعت علي جبر في الماتش الاولاني، انت فاكر احنا المفروض كنا نبقى اوائل الاول بتاع الفريق المجموعه بتاعتنا. ايوه. لو كنا طلعنا الاول مجموعتنا على فكره كان النهائي مش هيبقى في مصر. كلام مظبوط. صح. صح. شوف القدر انك تتغلب علشان تعمل النهائي بتاعك في مصر. صح. ده حاجه من عند ربنا. صح. قدام 70,000 متفرج، جميع اللعيبه يا خالد. تاني بلا استثناء. طبعا شكرا للسيد رئيس وزراء الشباب والرياضه. كان معانا شيك ب 5 مليون جنيه مش عارفين نصرفه. علشان الحجز بتاع ممدوحه بس اللي عامله، وعشان الضرايب اللي برضه فلوس ممدوحه بس. امروا ان احنا نصرفه وصرفناه من المديريه. جميع اللعيبه تاني من 3 ايام فلوسهم اتحطت في حساباتهم، اللي كان ليه 25% بقيه النسبه المشاركه خدها، اللي 25 المقدمات العقود كلها بالكامل اتحطت في حساباتهم. فاضل بقى الرجوله في الملعب.
طبعا والتوفيق ثقتنا في ربنا الجهاز طبعا. الفني والطبي والاداري لا حدود له، لا حدود له. كلام فاضل جميل توفيق جدا ربنا. جدا طبعا. ان شاء الله اللي بيشتغل بجهد واخلاص ربنا بيوفقه ان شاء ان شاء الله. الله. ان شاء الله سياده المستشار، بشكرك وبتمنى بالنيابه عن كل المصريين زي ما حضرتك قلت عن ال 90 مليون واكتر اهلي وزمالك. كنت عايز تقول حاجه يا كابتن علاء؟ سياده المستشار معاك علاء. علاء يا كابتن علاء ازيك؟ ازي حضرتك؟ طبعا يعني انا مش مجامله، لكن مجهود ما شاء الله بجد من حضرتك ومجلس ادارتك وكل والنظام، وحاجه ما شاء الله حاجه جميله جدا. وفعلا يعني توفيق ربنا بقى ان شاء الله رب العالمين، وتوفيق اللعيبه بكره 90 دقيقه ان شاء الله يا رب. بقولها فعلا من قلب ربنا عالم. انا عارف والله. بتمنى ان شاء الله يا رب كل الناس تبقى في اسكندريه وفي كل مصر فرحانه بكره. لا علاء لانك سوي. انا على فكره انا كنت لسه كنت بعاتب الاخ خالد مندور بتقول له هتطلع على الهواء، قلت له يا خالد لما تيجي تقرير تلاقي حاجه سلبيه تسيء للعلاقه بين الاهلي والزمالك شيلها، ده تقرير مسجل شيله. بالظبط. ما انت هتلاقي مرضى نفسيين هنا وهنا، واخد بالك؟ لكن مجلس اداره الاهلي بشكره، نطلع بيان وجاي بكره ان شاء الله ايا كان، حتى لو مدير النادي جاي ده بيمثل النادي الاهلي. طبعا بالك؟ طبعا ده بيمثل النادي الاهلي، وجاي من الدكتور محمود مشالي وجاي فرج عامر وجاي سعيد سمير حلبيه وجاي مجدي اللوزي، كل رؤساء الانديه جايين. واحنا بكره خالد اول مره بنعمل ده. جاي حاجة الدكتور جميلة. محمد عامر رئيس النادي السابق، ومرسي عطله وجلال بيه ابراهيم والدكتور كمال درويش، رؤساء في المنصوره الرئيسيه. سياده المستشار انا اللي دعيتهم الاربعه جايين بكره ان شاء الله عشان الناس كلها تعرف ان القصه انت مش موجود ولا مش موجود، واخد بالك؟ الاربعه المحترمين اللي على قدر الحياه دعيتهم. كنت اتمنى ادعي ممدوح عباس، بس واحد حاجز على حساباتي في البنوك وعمال لي كابتن في النادي كان صعب يدعي، لكن اقسم بالله لو ما كانش في حاجز كنت دعيته ورقم يحضر، لان ده ماتش انا نمره واحد لمصر بعد العالم ما اتقطع واترمى بالجزمه بالجزمه. اثنين لنادي الزمالك ان شاء الله ربنا يوفق. عشان كده انا حرصت اشتري 60 علم لمصر، 60 علم بتاعنا احنا علم مصر. دي فكره رائعه جدا 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 ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفق 13 11 برضه المنتخب باذن الله ان شاء الله. بشكرك يا اشرف، بشكرك يا علاء. توفيق يا سياده المستشار ان شاء الله. توفيق. بشكرك سياده المستشار، وكلام مهم. يعني يمكن الزملاء بيسالوني على الاتحاد الافريقي، لا خلاص اتحلت مشكله الاتحاد الافريقي وراحت لهم التذاكر، والشناوي خلاص رسميا خارج القايمه. يعني سؤالين مش محتاج اسال فيهم المستشار مرتضى منصور، خلاص يعني رسميا احمد الشناوي مش موجود في قائمه الزمالك للقاء غدا، وحاولوا يعني يجهزوه، لكن